السلام عليكم. ان شاء الله هعمل معاكم اسهل طبق ترايفل ما بياخدش منك 5 دقايق ببواقي الكب كيك او ببواقي الكيك اللي عندك. هتعملي احلى طبق ترايفل في 5 دقايق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة معانا بجيب حلة على النار وانزل فيها بكوباية من المية. بمجرد ما بتغلي بنزل بباكو من الجيلي بدوبه كويس قوي. طبعا كيس الجيلي اللي في العبوة بيبقى عليه كوبايتين من المية، المج العادي خالص. فنزلت بكوباية او بمج واحد من المية ودوبت فيه كيس من الجيلي وقلبتهم كويس جدا. وبعد ما بيغلي معانا بالشكل ده وبيدوب كده بقلبه كويس لحد ما بتغلي كويس جدا. بكون مجهزة معايا مج من المية الباردة جدا. بس انا يا جماعة مش هحط المج كله كامل، لا انا هحط نصه بس لان انا عايزاه متماسك شوية. لكن لو في الطبيعي بنحط كوباية مية تغلي وعليها الكيس الجيلي وبعدين بننزل بكوباية مية باردة. باخد الجيلي واحطه في التلاجة، بسيبه يبرد شوية وبحطه في التلاجة لحد ما اخلص باقي الخطوات اللي معايا. على ما نعمل الكريم شانتيه كده بسرعة يكون الجيلي تماسك شوية. انا مش عايزاه متماسك قوي عشان اعرف اخد منه واوزع في الاطباق. معايا هنا كوباية من الكريم شانتيه الخام بدون سكر يا جماعة. بعمل كوباية كريم شانتيه عليها معلقة كريم باستري عليهم كوباية وربع من المية. وطبعا كل الحاجات دي بإذن الله هنزلها لكم في صندوق الوصف. وده الجيلي بعد ما تماسك شوية، وده الشربات الخفيف او العسل مخففاه بكمية مية بسيطة قوي. ودي الكريمة ومعايا قطع من الفاكهة، اي فاكهة انت عايزاها حطيها عادي يعني. ودي قطع الكب كيك قطعتها حلقات كده شكلها جميل قوي. ومعايا قطع من الفاكهة دي تفاح وقطع من الكريز تدي بس الوان كده وتدي طعم كمان. وجبت اطباق التقديم حطيت كمية بسيطة قوي من الجيلي اولا وبعدين بحط قطع الكيك. بحاول اغطي الجيلي بالشكل ده. بعد ما حطينا قطع الكيك، طبعا يا جماعة لو اي كيك باقي عندك او كب كيك زي اللي كان معايا ده او زي اللي موجود معايا بعمل به الوصفة. ده انا كنت حاطاه في الفريزر وفي اي وقت انا عايزة اعمل ترايفل بسهولة جدا بطلعه واسيبه بس حاجة بسيطة كده نص ساعة يفك وبقطعه بعمل بيه احلى اطباق من الترايفل. لو جايلك ضيف ما بياخدش منك دقايق بسيطة جدا. بجيب الشربات المخفف او العسل اللي انا مخففاه بكمية مية بسيطة قوي. برش حاجة بسيطة جدا على الكيك. طبعا لو الاطباق دي هتخليها لتاني يوم في التلاجة يبقى الخطوة دي مش مهمة. لكن لو مستعجلة عليها هنخففها بس بحاجة بسيطة كده الشربات او العسل ونحط حاجة بسيطة جدا. طبعا بعد ما رشيت كمية بسيطة جدا من الشربات الخفيف على قطع الكيك، انا مجهزة كريم شانتيه في كيس. طبعا مش شرط انك تحطيها في كيس حلواني، لا انا حطاها في كيس تلاجة عادي خالص. بس فتحت فتحة بسيطة قوي وبعدين بنزل بكمية كريم شانتيه على وش الكيك.
طبعا انت بتحطي الكمية المفضلة، يعني تقدري ممكن تخففي في الكريمة هنا وتكتريها على وش الأطباق، طبعا زي ما بتفضلوا أو زي ما بتحبوا تكتروها أو تقللوا. أنا حطيت كمية مناسبة بالشكل ده. بعد ما خلصت طبقة الكيك، على فكرة يا جماعة تقدروا تحطوا أطباق الترايفل دي في التلاجة كام يوم، مش هيجرالها أي حاجة خالص. بس بنحط رشة بسيطة قوي زي ما قلنا كده، وبعدين بنوزع طبقة جيلي كمان عليها. طبعا لو بتحبوا الجيلي اكتر من كده، يعني عايزين تكتروا كمية الجيلي اكتر من كده كتروها، لان انا بحط الكمية اللي انا حباها. بكده خلصنا طبقات الجيلي معانا. هنبدأ نوزع عليها كمية من الكريمة، وبعدين حطيت قطعة من الفاكهة، تقدر تحط اي فاكهة انت حباها. انا حطيت قطعة من التفاح مع قطعة من الكريز، وحطيت طبقة بسيطة جدا من الكريمة ووحدات من الكريز مع قطع بسيطة جدا من التفاح. يا رب وصفتنا تكون عجبتكم. السلام عليكم.